السلام عليكم يا أحلى وأجمل متابعين حبايبي. النهاردة هنعمل شرايح اللحمة بطريقة سهلة بسيطة، يعني زي ما تقولوا كده كفتة من غير تشكيل ولا تصبيع. طعمها روعة. في حاجات مهمة لازم نخلي بالنا منها، أنا غلطت فيها ولازم تعرفوها. يلا نقول بسم الله ونبدأ طريقتنا. نص كيلو من اللحمة المفرومة هنزل عليه ببصلتين كبار مفرومين ناعم بالمية، لان المية دي هي اللي هتسويلي اللحمة. شوية بقدونس وعليهم 2 بيضة وكوباية من البقسماط الناعم. هنزل بالتوابل بابريكا ملح فلفل اسود بهارات لحمة هيل مطحون وبرده توم باودر. قلبت كل المكونات دي كده مع بعض حلو جدا. اهم حاجة في المرحلة دي ان انت تخلطي مكوناتك كويس جدا، ويكون احسن كمان لو ضربتيها في الكبة ضربتين كده عشان تختلط معاكي. زي ما احنا شايفين انا عملت نفس الطريقة دي، عملتها بس ضفت عليها برغل بدل البقسماط، وكنت عاملاها بالخضار. كانت روعة، وهسيب لكم اللينك بتاع الفيديو في صندوق الوصف. وزي ما انتوا شايفين مسكت قارب الكيك بطنته بزيت، وبعد كده نزلت بورق زبدة بطنتها بسمنة بلدي، وبدأت انزل باللحمة وضغطتها كويس جدا. اهم حاجة برضو في الطريقة دي ان انا اضغط اللحمة حلوة قوي، سواء في قارب كيك سواء في صينية، زي ما انت حابة تحطيها. اهم حاجة تضغطيها كويس جدا عشان ما يبقاش فيها فراغات بعد كده تعكسك في التقطيع. دي اول خطوة. تاني حاجة جبت شوية زبدة سيحتهم على النار، بدأت أدهن الوش زي ما انتوا شايفين، هيديني طراوة للحمة وهيديني لون جميل. حاجات بقى وقعت فيها المرة دي ولازم تعرفوها علشان انتوا كمان ما تعملوهاش. اولا اللحمة المفرومة لازم تكون حمرة، ما تكونش فيها نسبة دهون خالص. الطريقة دي لازم اللحمة تكون فيها حمرة. للأسف اللحمة المفرومة اللي عندي ما كانتش حمرا، كان فيها نسبة دسم شوية. قلت هجربها واشوف هيطلع شكلها ايه. اولا بتعكس في التقطيع جدا، يعني نسبة الدهون اللي في اللحمة بدأت تعمل لي تعريج كده في اللحمة مش مظبوطة، وانا بقطعها كمان كانت بتعكسني. انا دخلت طبعا غطيتها ودخلتها على درجة حرارة متوسطة او ربع ساعة، وبعد كده سبتها براحتها ووطيت النار. خدت مني ساعة في الفرن. تاني حاجة ما تقعيش فيها ان انتي ما تقطعيهاش وهي سخنة. انا قطعتها وهي سخنة، طبعا ما صبرتش عليها. بس اهم حاجة ان اللحمة تكون حمرا. وتاني حاجة تقطعيها بعد ما تبرد، هتطلع معاكي ممتازة. اولا الطعم ما فيهوش غلطة، طعمها فوق الروعة. عايزاكم تجربوها بالطريقة دي هتعجبكم جدا، وتخلوا بالكم من الحاجات اللي قلنا عليها في الفيديو. حابة تحطيها في صينية، حابة تحطيها في قارب مستطيل زي ما انت شايفة، بأي شكل أيا كان الطعم حكاية. حبايبي جربوا طريقتنا السهلة البسيطة وبألف هنا.